للأسف الشديد المرشحة للرئاسة وللمجلس الجماعي اختارت شعارا ليستمر التغيير. على أي تغيير تتحدث؟ على أي تغيير تتحدث؟ ليستمر البؤس والشقاء في هذا الإطار، والدليل على ذلك هو تصريحها الأخير، وللأسف أن وصفت أحد أحياء المدينة بقندهار. ماذا عنت بقندهار؟ هل قندهار الساكنة أم قندهار الخراب؟ فمن المسؤول على الوضعية ديال الزريب اليوم؟ ومن يجب أن نحاسب على وضعية الزريب والوضعية التي آلت لها المدينة العتيقة؟ إذا كانت هذه السيدة 6 سنين وهي تتسير المدينة واليوم عاد اكتشفت أنه راه كاين واحد الحي سميتو الزريب، هذه راه طامة. ولا كان في العلم ديالها أنه هذا الحي راه موجود وما قامتش بما يجب القيام به طيلة هذه 6 سنوات، فالفاجعة أكبر. وبالتالي أقول اليوم للأسف إذا كان هذا هو الخطاب الذي سنقدم ونتهربوا من المسؤولية ونبداو نصفوا حي من أحياء المدينة بأنه قندهار، هذا تصرف غير مسؤول وتصرف لا يليق برئيسة ديال مدينة مراكش اللي هي مدينة سياحية ومدينة عالمية. إذا كانت هذه السيدة تقول أنها بغات تحافظ على سمعة المدينة، فما بالك أن تقوم بهذا التصريح وباللغة الفرنسية وتقول لهم سي كندهار؟ ملي غادي نسمعوا هاد الناس الاجانب وهاد السياح بان عندنا قندهار وسط المدينه العتيقه، علاش غيجي؟ راه كاين اللي غادي يشرحها انه قندهار من حيث التشدد الديني، كاين اللي غيشرحها في اطار اخر. وبالتالي هاد التصريحات المسؤوله هي اللي دفعتني انه ندافع في هذا الباب. الجانب الاخر، ملي تنبداو تنهضروا الهضره اللي لا اساس لها من الصحه، تدعي هذه السيده انه استرجعت الارض وغتوزعها على الناس. اش من الارض هذه اللي بغات توزع على الناس؟ تتهضر على باب دكوانه، الجردة العقار ديال السوق ديال باب دكوان، راه كلشي عارف التاريخ ديالو. بالاضافه الى ذلك، ملي تنتم الاستغلال ديال المشاريع ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه الذي يشرف عليها عاهل البلاد واللي فيها تمويل حكومي اللي يفوق نسبه 80% بتمويل حكومي، على من تنهضر؟ على من تنكذب؟ على من تنضحك؟ المساله الاخرى اللي الواقع اليومي ديال المراكشي اللي عايشينه، لا في الاناره ولا في ترتيب الخدمات ولا في الطرق ولا في الحفار، واش شكون اللي مسؤول على هذا الشيء؟ واش مسؤوله عليه الحكومه؟ واش مسؤول عليه رئيس الحكومه؟ هاد السيده تتصرف في 90 مليار، عندها اختيارات مهمه خصها تحددها في التدبير ديالها. هاد الزرايب ولا المدينه العتيقه سولوها 6 سنين شحال استفدات من الخدمات الاساسيه اللي خص تقدمها الجماعه. بالاضافه الا بغات التغيير نجيو للائحه الانتخابيه وشوف لنا هاد الوجوه الشبابيه اللي جابت في اللائحه ديالها، وشوف لنا هاد الاطر والكفاءات المحليه اللي جابت في اللائحه ديالها. اليوم هذا خطاب موجه بالدرجه الاولى للمواطنين اللي خصهم يعرفوا ويشدوا اللوائح ويشوفوا شكون اللي جايب التغيير وشكون اللي تيعاون الكفاءات الشابه والاطر الشابه باش تساهم في التدبير المدينه، وشكون اللي بغى يكرس عهد القديم. اليوم علاش انا دخلت في هذا الاطار ووجهت هذا الخطاب؟ لانه بلغ السيل الزبا، بلغ السيل الزبا بكل المعاني. راه ما يمكنش من اجل واحد الرغبه في الحصول على منصب ندير الوسائل المشروعه والوسائل غير المشروعه، هذا راه منطق بعيد. واليوم الناس راه واضحين، بغاو 6 سنين كيف داز السنين الاولى. بسم الله، هاد المرشحين خصهم يقدموا برامج ومشاريع، عوض ما تجي هاد السيده تقول لنا الزرايب كقندهار، تقول ها الزرايب المشاريع اللي غنقدم ليها، تقول ها المنجزات اللي غادي ندير فيها وتحدد لها سقف زمني. وبالتالي اليوم تنقول انه بعض الخطرات الطموح لا محدود تيؤدي الانسان انه يدير شي تصريحات
ويمكن يدير تصرفات اللي هي غير مسؤوله، والله يلطف بينا. وشكرا.